السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كده تعالوا نشوف مع بعض التعديلات اللي احنا عملناها في الحمام. دي كده يعتبر الشقة قبل ما اعمل فيها اي حاجة خالص. طبعا انتوا شفتوا معايا كل التعديلات اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، والتغييرات اللي احنا ظبطناها في الشقة. ده كده شكل الحمام اول ما استلمت الشقة، وده كده المنظر بتاعه. يعني انا استلمته، يعني اليوم اللي انا استلمته فيه هي اليوم اللي انا بصور لكم فيه اللقطة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. تمام، بنفس المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، بعيدا عن التكسيرات دي. انا مش عارفة التكسيرات دي بتاعت ايه، بس انا استلمته بالمنظر ده كده بالظبط. تمام، طبعا هبدأ ان انا اعمل فيه التعديلات بتاعتي الاساسية اللي لازم كلكم بصراحة تعملوها. اولا استغنيت عن السيراميك نهائي، لان النوعية بتاعته يعني عايزة اقول لكم يعني رديئة بمعنى الكلمة، مش كويسة خالص في الاستخدام فيما بعد. وطبعا الحاجة اللي انت هتعملها دلوقتي يعني هتبص بعد كده سنتين تلاتة هتقول الحمد لله بفضل الله ان انا قدرت ان انا اعمل التعديلات بتاعتي. لان بعد كده الحاجة بتزيد، بدل الطاق طاقين، يعني بزيادة الضعف. فهنا طبعا بدأت ان انا اكسر السيراميك بتاعي. وطبعا لما كان في عندي كده شرخ في المواسير اللي هي بتاعت الصرف، طبعا كسرت كل حاجة بقى. يعني بصوا جبتها على الطوب. تمام، وبدأت ان انا اعمل التعديلات بتاعتي. طبعا اللي هو البانيو الصغير اللي كان موجود في الحمام اول ما هتدخل كده الحمام، عايزه اقول لكم هو واخد مساحه على الفاضي. انا بالنسبه لي ما حبيتوش. في ناس بتفضل ان هي تخليه في الحمام، يعني هي شايفه ان هو اساسي في الحمام. انا شايفه ان هو ملوش اي ستين لازمه خالص، واخد مساحه على الفاضي. تاني حاجه بيحكمني وانا واقفه يعني داخل الحمام نفسه. فانا يعني بصراحه حبيت ان انا اشيله تماما. يعني لازم يتشال تماما. ليه؟ اولا هيديني وسع للحمام بتاعي. تاني حاجة هيخليني ان انا اتحرك براحتي جوه الحمام، مش هيخليك متقيد وانت واقف فيه، او يبقى المساحة قليلة شوية. بعد ما شلته خالص زي ما انتوا شايفينه كده، طبعا يعتبر انا الحمام السيراميك بالمواسير غيرت كل المواسير اللي موجودة في الحمام عندي، الصرف بتاعها كله، وكمان السيراميك غيرته. وكل حاجة يعتبر كده الحمام كلفني 8000 جنيه. تمام، يعتبر الحاجة الوحيدة اللي أنا مغيرتهاش في الحمام عندي، وهي الشباك بتاع الحمام اللي هو الألمونتين اللي هو موجود فوق ده. الحاجة الوحيدة اللي أنا مغيرتهاش. طبعا عايزة أقول لكم برضو على حاجة كده خلوا بالكم منها. انا طبعا وانا بأسس الكهرباء اللي هي بتاعت الشقة كلها، او ببدأ ان انا اظبط فيها، او ببدأ ان انا ازود فيها حبة مفاتيح، بزود فيها الحاجات اللي انا عايزاها. الكوبس بتاع الحمام او المفتاح بتاع الحمام اللي عندي بيبقى قريب جدا جدا من الحوض، فانا كنت محتاجة ان انا اعليه لفوق شوية. تمام، هنا انا بقول لكم ان البانيو الصغير اللي هو كان موجود ده، بصوا بسم الله ما شاء الله، لما شلته اداني مساحة حلوة جدا جدا جدا. تمام، وده طبعا ممكن يختلف من شخص للتاني زي ما اتفقنا. الحوض ده كان موجود شوية لجوه، يعني انا كده خليت فيه مساحة ما بين الحيطة وما بين الحوض، لكن هو في الاساس لو هتلاحظوا في الفيديو من الاول ان هو كان جنب الحيطة شوية. طيب انا دخلته جوه شوية ليه؟ لان انا زي ما بقول لكم المفتاح ده جنب الحوض، كان الحوض قريب منه، فطبعا الكهرباء مع المية هتبقى صعبة شوية. انا وانا بأسس الكهرباء او بزود في المفاتيح بتاعتي كنت قايلة لجوزي ان هو يرفع المفتاح ده لفوق شوية، بحيث يبقى فوق يعني سيراميكا كمان. فبصراحة هو نسي، وبعد طبعا ما كسرنا بقى وظبطنا لقيته هو. فالحمد لله ان انا افتكرت في الوقت ده بعد ما دخلت ان انا احاول على قد ما اقدر ان انا انقل الحوض نفسه يبقى لجوه شويه، بحيث لما تيجي تفتح الحنفيه يبقى بعيد عن المفتاح بتاع الكهرباء. فخلوا بالكم برضو من النقطه دي، لان المفتاح طول ما هو بعيد انت كده كده في امان. طبعا مع الاطفال بعد كده فيما بعد، فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تعلوه لفوق شويه. ده في حالة لو انت مش هتنقلي الحوض وحابة ان انت تغيري الكوبس بتاع الكهرباء او المفتاح بتاع الكهرباء، ترفعيه لفوق شوية. هنا زي ما بقول لكم انا ما غيرتش خالص في الحمام الشباك. ليه الشباك؟ بصراحة يعني النوعية بتاعته لا هي وحشة ولا هي حلوة، عشان برضو الواحد يقول اللي ليه واللي عليه.
الشباك النوعية بتاعته يعتبر متوسطة، فمش محتاجة ان انا اغير فيه، يعني شغال معايا وزي الفل الحمد لله، فمش محتاجة ان انا اغيره. تمام كده. طبعا غيرت كل حاجة زي ما انتوا شايفينها، حتى السيراميك انا جايباه فرز مش جايباه من معرض، يعني انا جايباه فرز. وعايزه اقول لكم ما فيهوش اي حاجه خالص، بسم الله ما شاء الله. حتى لما تروحوا انت هتلاقوا فرق الاسعار ما بين المعارض وما بين الفرز اللي بيبقى موجود عندهم، هتلاقوا فرق بسم الله ما شاء الله، يعني فرق حلو تقدر ان انت تستفاد منه فيما بعد، ان انت تحط الفرق ده في حاجه تانية. زي ما انتوا شايفين السيراميك معايا ما فيهوش اي حاجه خالص، وكويس جدا جدا. عايزه اقول لكم غسيل نظافه، مش بيلم معايا اي حاجه كده بسرعه، لا يعني بصراحه السيراميك كويس جدا جدا معايا. طبعا لما جيت اجيب السيراميك ما كانش فيه اللي هي السيراميكا اللي هي لونها ذهبي دي، ما كانتش موجود. انا اللي حبيت ان انا اضيف من عندي اللي هي الحته الذهبي دي، بحيث ان هي تديني شكل حلو جدا جدا في الحمام، وتغير كمان من شكل الحمام عندي. هتلاحظوا ان هي مديلها برضو شكل لطيف شويه. فممكن انتوا بحاجات بسيطه جدا جدا ممكن تغيروا شكل شقه كامله. تمام. تعالوا هنا برضو اقول لكم على ملحوظه مهمه قوي، لو تقدروا ان انتوا تغيروا الباب بتاع الحمام، يبقى يعني عايزه اقول لكم كويس جدا. ليه؟ الباب بتاع الحمام عايزه اقول لكم هو مش خشب، هو عباره عن كرتون، كرتون مش خشب. بصوا ده كده كرتون اهو مش خشب. فطبعا بالنسبة للبيبان بتاعة الأوض فسهل ان هي تعيش معاك فترة أطول، حتى لو هي يعني مش خشب، حتى لو هي كرتون، لأن كده كده هي مش بيجي عليها أي مية، أو مع التنظيفات مسحة بسيطة جدا جدا، فهتقعد معاك في العمر الافتراضي بتاعها فترة أطول. لكن الحمام طبعا كده كده طبيعي بيجي عليه اي ميه، طبعا مع الكرتون بيبدا ان هو ينفخ معاك، ويبدا ان هو يبوظ. فيفضل ان انت تشيله وتركب حاجه كويسه، او مثلا لو مش في الامكان خالص دلوقتي تقدر ان انت تشيل الباب بتاع البلكونه اسفل، اللي هو الباب اللي موجود في المطبخ عندك بتاع البلكونه الصغيره اللي هي المنشأ، وتقدر ان انت تقصه وتحطه مكان الباب ده. في ناس كتير عملت كده وهي الفكرة حلوة، بس الى حد ما هو الباب النوعية بتاعته بصراحة مش كويسة، بس الى حد ما هينفع معاك ويمشي معاك اكتر بالنسبة للباب الخشب ده، يعني هيبقى احسن وافضل من ده بكتير. فدي كده يعتبر التعديلات اللي انا عملتها في الحمام كله. طبعا عايزه اقول لكم حاولوا على قد ما تقدروا ان اول حاجه ان انتوا تبداوا ان انتوا تظبطوها، وهي السباكه. خلوا بالكم السباكه اهم حاجه لازم تتظبط معاكم. طبعا لو ليكم اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات تحت، وانا ان شاء الله هرد عليكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامه.